6 ديال الشهورة. واش بصح 6 ديال الشهورة كافيين باش يبدلوا كلشي؟ 6 ديال الشهورة كافيين وفايتينك اللي هي تبدلي حياتك كامله. وكنقول لكم هادشي عن تجربه. 6 ديال الشهور هي فقط اللي انت محتاجه. انت عارفه الداخل ديالك بانه وصل وقت التغيير، عارفه بانه ما بقاش عندك الوقت اللي تضيعي، عارفه انه في هذه اللحظه اليوم هو النهار رقم واحد في التغيير ديالك، عارفه بانه صافي ما بقاش عندك الوقت اللي تعطلي ولا تقولي واحد نهار. لا، اليوم النهار رقم واحد. وانا عارفه انه اصعب حاجه باش تبداي التحدي ديالك ديال 6 شهور وتنوضي تبدلي حياتك في 6 شهور، حيت انا البنات وفي واحد الحرقه عليكم بصح بغيتكم تبدلوا حياتكم. اي وحده عندها شي حاجه في حياتها ما عاجباهاش اولا هي ما عاجباهاش حياتها اولا كل مره كتشوف راسها في المرايه ما راضياش على راسها باغا تبدل بزاف د الحوايج في حياتها، هذه الفرصه لك. حنا دابا في شهر 7 ما غادي يجي فين تسالي 2025 باقا ليها 6 شهور. في هاد 6 شهور بغيتك تبدلي حياتك. منين نتلاقاو ان شاء الله في شهر واحد بغيت نشوفك وحده اخرى بغيت تقول لي فدوى نجحت، فدوى حققت حلمي، فدوى ركزت على راسي ووصلت لداك الشيء اللي بغيت. ولكن انا عارفه انه الحاجه اللي صعيبه هي البدايه. انا عارفه البدايه هي الصعيبه. منين غنبدا؟ فين غنسالي؟ خايفه تخربقي، خايفه تبداي بعشوائيه. هادشي علاش انا درت لك في هذا الفيديو. في هذا الفيديو غادي نوريك احسن خطه تشدي بها هاد 6 شهور اللي بقات لك، وغنعاود لكم عن تجربه. خطه اللي غتعاونك انك توصلي داك الشيء اللي انت بغيتي، خطه غتعاونك انك تكوني مع دوك البنات اللي غيكتبوا لي في شهر واحد في دوره راني وصلت، بغيتك تكوني معاهم. انت دابا اللي كتفرجي فيا نتلاقى معاك ونشوف الكومونتير ديالك تم. خلي اليوم كومونتير قولي في دوره راني غنبدا اليوم، حيت الا ما بديتيش اليوم امتى راه ما غنعاودش ندير لك فيديو اخر على هاد الهضره. غنديروا لك اليوم وسالينا نتلاقاو في 2026. تكري لي على اليوم كومونتير وقولي فدوى نتلاقى معاك في شهر واحد، وغنعقل عليكم. وفي شهر واحد نعاودوا نديروا فيديو ونهضر معاكم ونلقاكم لتحت في الكومونتيرات كاتبه لي فدوى درت داكشي ونجحت. انا عارفاكم تقدروا. انا عارفه اي وحده من البنات اللي كتفرج فيا ماشي من البنات اللي كسولات، ماشي البنات اللي مخهم عامره بالخوال الخاوي. انا عارفه اي وحده كتفرج فيا واعيه وعاقله وراقيه في عقلها، حيت هما الوحيدين اللي غيكونوا انتريسي بهذا المحتوى اللي انا كندير. فانت بغيت نتلاقى معاك في 2026 نلقاك نفرح لك. انا بغيت نفرح لك، بغيت نزغرت لك، بغيت نقول برافو، بغيت ندير معاك لايف ولا ندير لك فيديو ونهضر معاكم، باغا نتكونيكطا معاكم ونشوفكم فين وصلتوا، واش كديروا داكشي اللي كنقول لكم ولا لا. انا داكشي علاش درت هذا الفيديو اليوم. انا في هذا الفيديو غادي نعطيك خطه سهله باش تبداي التغيير ديالك في هاد 6 شهور. غادي نوريك، غادي نعطيك الكره وانت اللي غادي تلعبي بها، غادي نلوح لك وانت اللي غادي تتحكمي، غادي نقول لك شنو خاصك ديري، غنعطيك الخطوات، غنقول لك كل شهر شنو خاصك ديري فيه، غنقول لك شنو هما الخطوات اللي خاصك تبداي بهم، غندفعك غنبوشيك، ولكن كلشي عليك في الاخر. انا هذا الفيديو غادي نوريك كيفاش تبداي، غنعطيك البوش اللي انت محتاجاه، غنعطيك الدفعه اللي انت محتاجاها، غنعطيك النصائح اللي انت محتاجه تسمعيهم. ولكن راه كلشي عليك حيت هذيك حياتك ماشي حياتي. انا جايه نقول لك شنو خاصك ديري، سمعيه درتي طبقها ولا ما طبقيهاش كلشي عليك. طبقتيها ومشيتي غادا مزيان، راك غتشوفي في الاخر نتيجه مزيانه، وغتكوني من البنات اللي غيكومونطو لي في شهر واحد ويقولي في دوار حنا وصلنا داكشي اللي بغينا. كنتي ما بغيتيش تسمعيها في شهر واحد غتشوفي الفيديو ديالي وغتندمي وتقولي كون غير كنت من هاد البنات اللي كيكومونطيو. انا هاد الفيديو دايراه لك تصنتي ليه وركزي معايا في النصائح اللي غادي نقول لك. جيبي ورقه وستيلو وكتبي هادشي اللي غادي نقول لك ونبداو على بركه الله. اول حاجه قبل ما نبدا بغيت نعطيك شنو هو الشرط ديالي باش نعطيك هاد النصائح. اول حاجه خاص يكون عندك واحد الحاجه سميتها الغضب. خاصك تكوني بصح حقدتي، خاص تكوني بصح كرهتي، غتكوني بصح طلعات لك هاد الحياه في راسك، تكوني بصح انت باغا تبدلي. ملي كتوصلي ديك المرحله ديال بصح كتشوف راسك في المرايه كتبقاي تفكري كتقولي تفو علاش ضيعت حياتي، علاش ضيعت هاد النهار، علاش ما خدمتش على هادي مزيان، علاش انا باقا ما وصلتش لهاد الريجيم اللي انا باغا نديرو، علاش عاوتاني خسرته، الحفاظه اللي باغا نحفظ علاش مازال ما حفظتهاش، اللغه اللي باغا نفهم لها علاش مازال ما كنعطيهاش وقتي، التغيير اللي باغا ندير في حياتي علاش مازال ما كنديروش، المشروع اللي باغا نبدا علاش مازال خايفه من الناس، اي حاجه انت باقا دايره، الحشمه اللي فيا علاش باقا حابساني من انني نزيد لقدام. خاص تكوني بصح وصلتي داك الغضب ديال طلع لك راسك في راسك. الا ما عندكش هاد الغضب ما عندكش كيفاش تبوشي. خاص الغضب هو اللي كيدفع انا نكون بصح طلع لك الدم صافي، طلع لك الدم بصح باغا تبدلي، تما كيكون التغيير. انا كنقول لكم عن تجربه. الا كنتي زعما غير مرخيه وصافي والترند بحال ملي كيجي داك الترند ديال داغر، كيجي الترند عاوتاني ديال كلينغر، الترند التغيير غيسالي الترند غتسالي حتى انت. لا، انا ما بغيتش وحده باغا الترند، انا ما بغاش وحده باغا الترند، انا باغا بصح وحده بصح عندها النفس على راسها، شي وحده بصح كتبغي راسها، شي وحده بصح طموحه، شي وحده بصح عندها اهداف، شي وحده بصح باغا توصل، شي وحده بصح كتشوف بعيد، شي وحده بصح باغا توصل لشي حاجه. هذه هي اللي انا بغيت، هذه هي البنت ديالي،
هذه هي البنت ديالي انا اللي بغيتها تكومونطي لي وتبقى معايا وتتبع معايا الفيديو. فإلا ما كانش عندك هذاك الغضب والحقد، وانا بصح انا باغا نبدل حياتي، بصح انا ما بقيتش باغا هاد الدل هذا، انا ما بقيتش باغا انا كلشي كيهضر بهاد اللغه وانا قدامهم ما كنعرف نهضر حتى بالعربيه مقاده، انا ما بقيتش باغا هاد كلشي كيعرف يلبس انا مازال ما كنعرف نقاد الستيل ديالي، انا ما بقيتش باغا هاد الحاله ديال شعري ما عاجبنيش، بشرتي ما عاجبانيش، شخصيتي ما عاجبانيش، الحشمه اللي فيا ما عاجبانيش، الفقر اللي عندي ما عاجبنيش، اي حاجه فيك ما عاجباكش تكون صافي طلعت لك في راسك، وصلت معاك لافان صافي. انا اليوم الرقم واحد، اليوم ما نبقاوش نقول واحد النهار، اليوم هو الرقم واحد، اليوم النهار رقم واحد. هاد الفيديو ديالك انتي ماشي ديال شي واحد اخر، ماشي كلشي طلع لي هاد الفيديو اللي انت كتشوفيه، ماشي اي وحده غتفرج فيا دابا، ولكن انت غتفرجي فيا دابا، انت كتفرجي فيا دابا حيت ربي بغاك تفرجي فيا، حيت انت ماشي بحالهم، حيت ربي مكتب لك حياه مختلفه على حياتهم. داكشي اللي انت باغا توصلي غير سهل عليك الله فيه، ولكن ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. واول خطوه هو الحقد، حقدتي على من؟ على راسك، بقيتش باغا هاد السيتوياسيون. فالا ما كانش عندك الغضب والحقد وانت بصح كرهتي السيتوياسيون اللي انت فيها، ما عندي كي غندير نقنعك. هذه اول خطوه، تكوني بصح طلعات لك حياتك في راسك وباغا تبدلها، انت راضيه بها، راضيه بقدر الله، راضيه بالحياه اللي عندك، ولكن باغا تبدليها، باغا تخدمي عليها. العمل عباده، انا باغا نزيد لقدام، طموحه، هذه هي البنت اللي انا باغا. واول خطوه في التغيير ديالك في هاد 6 شهور، انا شخصيا ملي كنت بغيت نبدا نتغير كان كيجيني الخوف من الفشل قدام الناس، حيتاش تقدر ملي كتفشلي والناس يسقوا لك الاخبار كذا كتخافي منها. الخوف من ان نفشل اول حاجه كان قدام راسي، يعني نفشل في داكشي، انا باغا ندير واحد التغيير كبير حيت كان عندي واحد الطموح كبير، يعني باغا هادي وباغا هادي وباغا هادي، واش هادشي غنقدر نوصل ليه بصح في 6 شهور؟ كان الخوف. وكان حتى الخوف من كميه، انا عارفه راسي الا جمعت راسي في هاد الشهور عرفتي شحال تابعني، عرفتي شحال تابعني ديال الخدمه، غير ديك الخدمه اللي تابعني كتخلعني واش خاصني نفيق كل صباح مع هذا الوقت، واش خاصني ندير هادشي كل نهار، واش خاصني نحفظ هادشي كل نهار، واش خاصني نخدم هاد الخدمه كل نهار، كيفاش غنستمتع في حياتي؟ كيكون عندك واحد الخوف. لكن انا هاد الخوف باش كنتغلب عليه؟ بالتوكل على الله. توكلي على الله، الا قويتي ايمانك وعرفتي راسك راه ماشي وحيده انت، شوفي يكون معاك العالم كامل ما كيسوى والو، الله وحده هو كل شيء، اصلا هو كل شيء. اكتفي بالله ورجعي صلاتك. ما يمكنش انتي غادي تمشي لواحد المعركه بوحدك، هذيك المعركه اللي انت غادا ليها صعيبه، معركه التغيير. هذاك التغيير انت محتاجه فيه واحد القوه خارقه تعاونك، حيت لوجيكمون ما يمكنش، ولكن الا كانت معك القوه يمكن. شنو هي القوه؟ قوه الله سبحانه وتعالى. خاصك تشدي بقوه الله معاك، حيت كنتي غادا بوحدك ما نضمنش لك حبيبه التغيير، خاص الله يكون معاك. كيفاش الله يكون معاك؟ بنتي تكوني معاه. كيفاش؟ صلاتك في وقتك، عطلتي صلاتك عطلتي رزقك. يودن نصلي، انا ما كنقولش زعما انا راه ديما كنصلي في الوقت كذا، اختي راه انا كنغلط، ولكن صحيح 1+1 كتساوي 2، ممكن كتبت 3 في الورقه بالغلط، سهيت نسيت، الله يسمح لينا الله يغفر لينا، ولكن ما معنيتش انا 1+1 كتساوي 3، باقا 1+1 كتساوي 2. فانا ماشي كنقول لك الهضره زعما انا بيرفكت، لا اختي انا ماشي بيرفكت، واش انا شحال من مره كنغلط، واش انا شحال من مره كنسها، شحال من مره كنسى، شحال من مره كنعجز، شحال من مره كنمرض، وشحال من مره انا كنغلط. لكن شي ما كيعنيش انني عادي ما نقولش لكم راه الصحيح. اول حاجه خاصك تبداي بها هي التوكل على الله. نوضي صلي الفجر او اي صلاه وتوكلي على الله، بسم الله تصلي وسجدي وقولي شي صلاه هكاك لله، الوتر او لا اللي كان، يعني سواء الفريضه سواء كذا، ولكن احسن زعما تكون شي صلاه من النوافل اولا، وتدعي الله تقولي يا ربي انا راه باغا نبدا وراني خايفه، ولكن راك معايا وغنتوكل عليك، وانا معوله عليك وعلى راسي، يا ربي ما تحشمنيش، ويا ربي وانا الطريق الصحيحه. ثاني حاجه مثلا شنو، مثلا انت ديك الحاجه اللي باغا ديري واحد المشروع، ولا انت عارفه هذا المشروع الا بديتي تقدر حياتك تبدل، ولكن انت خايفه يضيعوا لك فلوسك، خايفه تخسري، خايفه تفشلي، خايفه تمرضي، خايفه تكتئبي، باغا تسافري بلاصه اخرى تقراي فيها، خايفه من هذه شنو ما كان التغيير اللي انت باغا ديري في حياتك، ولكن خايفه ما عارفاش واش تبداي واش لا واش نديروا. صلاه الاستخاره قبل ما تبداي، شنو ما كانت الحاجه اللي انت غتغامري فيها وغديري فيها، انا ماشي مع نوضي تلاحي، انا مع ديري صلاه الاستخاره. ديري صلاه الاستخاره وكوني من السامعين، حلي ودنك، حلي عينك وتقبلي اي رساله تجيك.
صلاه الاستخاره سيري قراي عليها، سيري تفرجي فيديو، ما غاديش نشرح لك انا صلاه الاستخاره، قلبي عليها شوفي فيديوهات وديري صلاه الاستخاره قبل ما تبداي، حيت شنو ما كان هذاك التغيير اللي انت باغا ديريه ما عارفاش انت واش داك التغيير في صالحك ولا ماشي في صالحك. مثلا وحده باغا تنقص كيلوات، هذه بطبيعه الحال راه باينه في صالحها، باغا تعلم لغه راه باينه في صالحها، ولكن انا كنهضر على شي وحده اللي عندها شي تغيير بحال انها تسافر لبلاد اخرى، تشري دار جديده، تفتح مشروع اخر، تبدل خدمتها، شنو ما كان داك التغيير اللي باغا دير في حياتها فهاد الشهور، عارفه راسها اللي دارت وغتبدل حياتها للاحسن، ولكن مع ذلك خايفه، ديري صلاه الاستخاره، شنو ما كان الجواب اللي جاك تقبلي قولي الحمد لله وصافي توكلي على الله. والتوكل على الله ديما نقولوا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، حيت راه لا حول ولا قوه الا بالله، الا ما مشيتيش بهاد الفكره راه غادي تفشلي. دي سيري وانت عارفه ان الله معاك، والله معاك، وامني بالله، وانت انا عند ظن عبدي بي، ديري في ظنك ان الله معايا باش ما تخافيش في الرحله ديالك كامله، باش الله يكون معك في هاد الشهور كامله ويحميك في هاد الشهور كامله. ثاني حاجه كوني واضحه مع انت اشنو باغا، شنو الهدف ديالك بالضبط في هاد التغيير. انت عندك الهدف ديالك هو تعلمي لغه، الهدف ديالك ان بشرتك تقاد، شعرك تقاد، شخصيتك تقاد، تجيبي نقطه مزيانه، تخدمي واحد الخدمه مزيانه، تدخلي مثلا باغا تجمعي واحد القدر ديال الفلوس في واحد المده زمنيه، باغا تشري واحد الطوموبيل، باغا توصلي لشي هدف في حياتك، شنو كان هذا الهدف كوني واضحه فيه، ما تكونيش انا باغا نتغير ونولي نسخه احسن من راسي، لا، خاص يكون عندك هدف واضح مزيان. ها اش بغيت 1 2 3 4 5 هكا، غتشدي ورقه وغادي تكتبي فيها انت كيفاش غتكوني نهار 1 شهر 1 2026 اولا شنو نبغيتو كون انت دابا اللي كتفرجي فيديو، حيت ممكن يتفرجوا وحدين اخرين من بعد. انت من هنا 6 شهور كيفاش بغيتي حياتك تكون، اشنو بغيتي يكون تبدل فيك، كي دايره هاد انا مثلا فدوى كي دايره فدوى ديال من مورا 6 شهور، كي داير شعرها، كي دايره بشرتها، شحال ديال الفلوس عندها في جيبها، شحال الفلوس عندها في البنكه، كي دايره طوموبيلتها، كي داير دارها، كي دايرين وليداتها، كي دايره حياتها. انت بالضبط الاحلام، علاش كنقول لكم احلام دابا مختلفه حيت كل وحده والحلم ديالها كذا، كي دايره هضرتها، كي داير المستوى ديالها في اللغه، كي داير المستوى ديالها في الحياه، شكون هما الناس اللي باركين معاها، كي دايره هاد السيده هذه اللي انت باغا تكونها، قولي هي دابا دايره، ما تكتبيش في الورقه مثلا سميتك خديجه، انا خديجه نهار كذا وكذا غيولي عندي، لا، انا خديجه واليوم قد كذا وكذا وانا عندي وعندي 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 وعندي، ماشي غيكون لا انا عندي، هكا تكتبي في الورقه بحال انت ديال من مورا 6 شهور كتهضر. هذه ضروريه ديالها باش تكوني واضحه مع راسك اشنو الهدف ديالك، وما ديريش عليك بزاف الاهداف، هذه حاجه اخرى خصك تعرفها. انت ما مطالباش في هاد 6 شهور تفكري اوت اول اوف ات، يعني انت غير مطالبه في هاد 6 شهور باش انك تقادي كل شيء، لا، قادي فقط مثلا مشكلتك مثلا ما عندكش فلوس، قادي غير السيتياسيون الماليه ديالك في 6 شهور، مشكلتك انك كتحجمي، قادي غير الحجم، يعني يكون عندك واحد الاهداف 3 4 حتى 6 هما الرئيسيين، ماشي كلشي انت باغا تقاديه، باغا تقادي هادي وباغا تقادي هادي وباغا تقادي، لا، ما غتقادش لك كلشي في 6 شهور، ولكن غتقاد الاساسي اللي ملي غتقاد كلشي من مورا، شنو هو الاساسيات اللي خاص يتبدلوا. ثالث حاجه هي المواجهه، اي مشكل عندك ما غاديش يتحل وانت كتهربي منه، ناخذوا انا هذاك المشكل اللي عندك هو الوحش، غتبقاي تهربي منه راه ما غاديش يموت الوحش، خاصك تواجهيه يا بيا يا بيه، وانت غتغلبيه. علاش؟ حيت كما قلت لك في الاول معاك الله، كاين شي حد كيغلب الله؟ ما كاينش، فانت الا مشيتو معاك الله غتغلبيه، وإلا ما غلبتيش راك غلبتي، غير كيصحاب لك ما غلبتيش وانت راه في الحقيقه غلبتي. علاش؟ حيت فيها خير ان هذيك الحاجه ما تكملش اولا ما تصدقش، ولا فيها خير انك ما تغلبيش على هذاك الوحش، حيت في اخر المطاف كيف ما كان الحال ايجابي ولا سلبي راه ايجابي، حيت الله معاك، غير انت في عينك يقدر يبان لك ايجابي يقدر يبان لك سلبي، فانت سيري والله معاك باش شنو ما كانت النتيجه تعرفي راها في صالحك، انت عارفاها في صالحك، فخصك تواجهي هذاك الوحش. انا غادي نواجه هذا الوحش هذا، غنواجه الوحش ديال الفقر، غنواجه الوحش ديال الحشمه، غنواجه الوحش ديال عدم الثقه في النفس، غنواجه الوحش ديال المشاكل الشعر ومشاكل البشره، غنواجه الوحش ديال السمنه، غنواجه شنو هذا الوحش اللي انت يو غانا فايت، غتضربي مع هذا الوحش، غتحاربي شكون هو. وباش غادي تواجهيه بالديسيبلين، ما يمكنش انا واحد الوحش باغا نضربو مثلا وتبقاي تخباي وتلوحي لي حجره وتمشي واحد 3 شهور وتلوحي حجره، لا، خاصني نوض نفرق عليه قنبله في وجهه دقه واحده، نوضي تقعدي لمشكلك دقعيده وحده، ما تبقاي تلوحي لي حجره كل شهر كتهري اش كديري، نوضي تقعدي تقعيده وحده، هذا هو المشكل اللي عندي، غنتقعد ليه باش الديسيبلين. غنبقى على شي هذيك حجره الا بقيتي كل دقيقه تلوحي 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 غتدبري غادي يعيا، يقدر يموت، ضربي لي شي ضربه تجي ليه في الراس.
الديسيبلين. غتبقاي تنيشي 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 حتى تجيك في الدقه في البلاصه فين خاصها تجي. تبقى واخا انت ما تشوفيش النتائج، واخا انت تبالك مثلا بغيتي تعلمي لغه ناخذ وبقيتي كل نهار كتعلمي الكلمات كتحاولي دازت شهر وانت مازال ما تطورتيش. واخا انا كنشوف انا شهر كافيه باش تطوري، ولكن نقولوا شي حاجه انت درتيها في حياتك، لو حليتي مشروع بقيتي خدامه فيه وباقي ما كتشوفيش النتائج اللي انت باغا، لا انت درتي تحديات ديال 6 شهور ما غتستسلمي حتى تسالي هاد 6 شهور، وما غادي فين تساليه حتى تكوني وصلتي ان شاء الله داكشي اللي انت بغيتي. باش هذه قانون، اي واحد كيدير هاد الخطه ديال 6 شهور ربي كيسهل عليه، وانت ربي غيسهل عليك باذن الله. ولا ما سهلش عليك راه ماشي ما سهلش عليك، راه سهل عليك، غير هو فيها خير ان ديك الحاجه ما تكونش لك حيت مكتب لك ما احسن منها، وهذيك الحاجه كانت غدير لك العكوز على اللي ما احسن، ربي حيدها لك من طريقك. فانت غير توكلي على الله وديري داكشي اللي عليك، سعاي ديري اللي عليك. فباش بالديسيبلين، يعني ملي غادي نبداو نخدموا حنا على راسنا باغي نتعلموا اي حاجه باغي نطوروا اي حاجه، الديسيبلين يعني ماكشي نهار ترشق ليا غنديرها ونهار ما ترشقش ليا ما غنديرهاش، حيت حنا ما عمرنا كنكونوا واعرين في واحد الحاجه كنديروها نهار كترشق لينا، حنا كنكونوا واعرين في واحد الحاجه كنديروها ديما. ديك الحاجه بغيتيها ولا ما بغيتيهاش الا بقيتي كديرها كل نهار تولي واعره فيها، هذه باينه. وكيفاش غادي نقاد هاد الديسيبلين ديالي؟ بانك تصايبي الروتين ديالك، يكون عندك روتين، انت عارفه راسك كل نهار اش غتنوضي دايره، ماشي كتفيقي كل نهار وصافي رشقت لي غندير هادي، لا عندك روتين، عارفه نهار اثنين اش كديري فيه، ثلاث اش كديري فيه، الصباح اش كديري فيه، العشيه اش كديري فيه، الغدا اش كديري فيه، عندك كلشي، عندك روتين مقاد، روتين مقاده. الروتين هو اللي غيعاونك تشدي الديسيبلين، انك مقاده نهارك، دايره تو دو ليست ديالك، دايره كلشي. شوف هاد الفيديو اللي قلت لكم ديال كيفاش تقادوا وقتكم، يعني عارفه كيفاش تنظمي وقتك، كيفاش تقادي داكشي ديالك، عارفه مزيان الروتين ديالك كيفاش داير باش ما كتضيعي حتى شي دقيقه. اهم حاجه هي الروتين الا بغيتي ديري الديسيبلين. ما كاينش روتين ما كاينش ديسيبلين. رابع حاجه ضروريه واساسيه واللي انا جربتها واللي انا باقا فيها، ما نكذبش عليكم، انا دابا دابا كتشوفوا بي كنتفرج فيكم، قسم بالله العظيم الحاجه اللي غنقول لكم دابا انا باقا فيها اليومين هذا، وهادشي كامل كنقول لكم باقا فيه، ولكن هذه راه بزاف تختفي. انا تصحابوني كنخرج كنتلاقى مع شي حد، كما كتصحابوني كنهضر مع شي حد ولا كنخرج كنتلاقى مع شي حد ولا ما كاين حتى شي حد، تليفوني فيه نمره الدار وصاحبتي وحده وصاحبتي ما عايشه في المغرب، اختفي. الا عندك شي حاجه في راسك باغا تخدمها باغا ديريها، ما كاينش شي حاجه غتعاون، غير هو انا فاش اختفيت ما اختاريتهاش، انا ظروف خلاتني نختفي اصلا، ظروف جاو شي ظروف هذا من حتى لقيت راسي بوحدي، وكانت احسن حاجه. في الاول ما تقبلتهاش، علاش انا بوحدي وعلاش كذا وانا اصلا فيتي درت لكم فيديو على انه انا بوحدي وهذا، يعني كيفاش كندوز الوقت بوحدي وهذا، ولكن كانت من احسن النعم. انا كنهضر معكم دابا كنت واحد الانسانه اجتماعيه بزاف، انا كنشوف اقسم بالله العلي العظيم الا ما عمري الى يومنا هذا شي وحده اجتماعيه اكثر مني، ما عمري اجتماعيه لواحد الدرجه ما يمكنش. وديما كنقول لي الزعيمه، ديما كنقول لي الزعيمه، زعما بنادم فين ما كان قداش ما كان فاش ما كان كنهضر معاه، ما عنديش مشكل ونتصاحب معاه ونتعاشر معاه ونهضر ونخرج وندور، الى ان الله سبحانه وتعالى في واحد لا بيريود خلاني بوحدي، صافي كلشي مشى دقه واحده، يعني نقول لكم كلشي مشى. وكانت احسن حاجه طرات. في الاول ما تقبلتهاش ولا ودابا ما عنديش صحاب وما عندي حتى شي حد وكنمل دابا ولات شي حد قال لي نخرجوا كتجيني مشكل، دابا الدار كيقول الدار كيقول لي خرجي كتجيني مشكل، صافي خليني ما نبقى راسي. علاش لقيت راسي ملي كنبقى راسي كنتج اكثر. على دابا تصحابوني انا كان باقي عندي صحاب كنتو غتشوفوني، ما كنتش غتشوفوني اصلا، ما كانش غادي يكون عندي الوقت نفكر انه علاش ما ندويش مع الدريات، علاش ما نديرش هاد الفيديوهات. يمكن ربي خلاني بوحدي باش نتوما تستافدوا من هاد الفيديوهات، انه ولا عندي وقت فراغ انه نقول اجي نلوح فيديوهات، اجي ندوز الوقت، اجي بقيت بوحدي لدرجه كنت كنقول اجي ندير فيديوهات نهضر مع الدريات في كومونتيرات. ف تبقاي بوحدك كيخرج منك بزاف د الحوايج ما كنتيش كتصحابي راهم فيك، بزاف د الحوايج يقدر العالم يستافد منك وانت تستافدي من العالم، ولكن هادشي كامل انت ما قادراش ديريه حيت مجموعه مع بزاف الناس اللي كيردوك للور وكيردوك لتحت. انا يمكن نكون كنت مع صحابي كنت غنخاف ونقول عندك صحابي اش غيقولوا عليا وانا ندير يوتيوب وانا هادي، ملي بقيت بوحدي شكون غيهضر عليا اصلا؟ ما عندي حتى حد، اش غنخسر؟ انا اصلا خاسره كلشي، اش مازال غنخسر؟ ما عندي حتى حد. عرفت راسي اكثر، فهمت راسي اكثر، قربت لراسي اكثر، بغيت راسي اكثر، لقيت الوقت لراسي بزاف لدرجه وليت كنقول هاد الوقت كنت كنضيع مع هاد البشر. فالا بغيتي تبدلي وبغيتي ديري شي حاجه جديده في حياتك وبغيتي تخرجي من راسك شي حاجه ما عمرك خرجتيها يعني انت باغا ديري واحد الحاجه فات 6 شهور ما عمرك فيت لك درتيها، خاصك تبركي راسك،
ما بقاش عندك الوقت تعطيه للناس. ويلي عاونك الله قولي الحمد لله. الا ربي عاونك انه بعد عليك شي وجوه وراك شي ناس على حقيقتهم وخلى شي ناس يبعدوا منك بلا حتى شي سبب، الناس بعدوا منك ونفروا منك، حمد الله وشكرا ودا صلي وخرج الصدقه. قسما بالله العظيم تكون احسن حاجه هي هذه. انا جاي نقولها لكم، الا شي ناس كنتي ديرهم صحاب وكذا وحباب وكذا فجاه سبحان الله كلهم دقه واحده، واحد مورا واحد واحد مورا واحد واحد مورا واحد كيبان وجههم وهما نفسهم كيبعدوا. واخا انت غاده مدلوله كتلصق فيهم بحالي انايا، ولكن هما باغيين يمشيو باغيين يتخاصموا معاك، ما هما ما حاملينكش، هما شي حاجه فيهم كتبعدك. هذوك تعاون والديك، والله سبحانه وتعالى شافك وربي باغي يبدل لك حياتك. والا مازال ما وراكش الناس على حقيقتهم وباقي لاصقي فيك، نوضي انت تبعدي منهم. فيهم خير خليهم، ما فيهمش خير سوسي عليك البشر. انا مع انك خصك تبركي راسك واحد شويه وتركزي على راسك. وهاد 6 شهور نقصي من الخروج، نقصي من الدوران، نقصي من الصحاب، نقصي من هادي من هادي من هادي من هادي من هادي، وبزاف ديال الجلسه مع راسك، ورقه والسيلو، الخدمه، السؤال، الفضول، التقلاب، تسولي على راسك داكشي الدومين اللي انت باغا تمشي فيه، فين تخرجي تقلبي السونطرات اللي كيقراو داكشي اللي انت باغا تقرايه، الخدام اللي انت باغاه، من لي زوبورتونيتي، اي حاجه اللي انت عمري راسك غير داكشي اللي انت باغا ديريه في هاد 6 شهور هادي. صافي هاد 6 شهور عاد ديالك، كوني انانيه في هاد 6 شهور، فكري غير في راسك. هادشي اللي بغيتك ديري انا في هاد 6 شهور، لانه الضغط يولد الانفجار. الا ما ضغطتيش على راسك في 6 شهور انا ما غنفاجرش. حنا بغيناك تنفاجري، بغيتك تنفجري، تخرجي من راسك واحد الحاجه ما عمرك خرجت حاجه عندك في اللب ديالك، واحد الطاقه، واحد القدرات، واحد المواهب، واحد الثراء، واحد بزاف بزاف الحوايج، طاقه زوينه مخشيه فيك لداخل خاصها تخرج باش بانك تنفجري. كيفاش غتنفجري؟ بالضغط. ضغطي على راسك، خدمي 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 حتى تنفجري ويخرج كاع داكشي الزوين اللي فيك لداخل، اللي الناس اللي ما خلاوش يبان بانهم ضاغطين عليك وبالطاقه السلبيه ديال عباد الله وبالمشاكل ديال الحياه ضاغط عليك. واجهي انت هاد المشاكل وخدمي على راسك وضغطي على راسك حتى تنفجري وتخرجي كاع داكشي اللي زوين فيك وتعيشي حياتك زوينه. وحاجه اخرى بغيت نقولها لك هي انه ماشي ضروري ديري حاجه كبيره كل نهار، المهم تستمري. واخا ديري حاجه صغيره كل نهار، مثلا وحده باغا تتعلم اللغه، النهار الاول تفرجت شي 12 ساعه وهي كتفرج غير في البودكاست وفيديوهات ديال الدروس كذا، غد لي ما تفرجت في حتى فيديو، غد لي ما تفرجت حتى فيديو، النهار اللي تابعته ما تفرجت في حتى فيديو. لا، نفضل انه تفرجي فيديو واحد ديال اللغه اليوم وتفرجي ثاني فيديو اخر غدا وتفرجي فيديو اخر بعده، احسن لي من انك تفرجي في 12 فيديو نهار واحد وغد لي ما تفرجي في والو. المهم الاستمرار، ماشي ضروري اليوم ديري كل شيء وديري حاجه كبيره، ولكن المهم هو داكشي اللي درتي اليوم غدا ديري احسن منه وتبقاي غادا تستمري بحال هكا. هذه اهم حاجه بالنسبه لي. والحاجه اللي بغيت نقول لك قبل ما نسالي الفيديو هو انه غادي يجيك في لحظه من اللحظات الاحباط، وغادي تحسي بانه بحال ضيعتي وقتك، وغادي تحسي بحال انه حتى شي حاجه ما كتعطي نتيجه. but trust me, just trust the process. انك استمري واخا ما تشوفيش نتائج. اقسم بالله العلي العظيم عارفه الا كانت هذه نقول لك عافاك، الا كانت هذه النصائح اللي غنقول لك فراه هي هذه. واخا تبقاي تخدمي، واخا ما يبانوش لك نتائج، واخا اش مازال غتخسري اصلا؟ اشنو غتخسري؟ واخا ما يبانوش لك نتائج، واخا تبان لك الحاجه مازال ما كتبدل، keep going، كملي. ولا شي حاجه صليتي فيها صلاه الاستخاره وربي بين لك انك خصك تكملي واخا ما يبانوش لك نتائج، ربي راه ما غيكذبش عليك. مادام قال لك كملي كملي صافي. و عرفتي جاتني قلبي كيضرب وانا كنقول لكم هاد الهضره، حيت تقدر تبان لكم هضره عاديه، ولكن انا اللي عارفه شنو هي طايحي في الاحباط وما ما يبقى يبان لك والو، ولكن ما عندك اصلا ما تخسري حيت ما عندك والو، انت اصلا خاسره كل شيء وخصك تكملي. وكميه الثقه اللي خاص تكون عندك في نفسك وانتي ما كتشوفي راسك كديري خدمه بزاف وباقي ما كاين حتى شي نتيجه. كتحتاج هذه ثقه في النفس بزاف وثقه في الله كبيره. ولكن الا كانت شي نصيحه غنقولها لك دابا، هاد النصيحه تقدري ما تفهميهاش دابا، ولكن في الرحله ديالك غتوصلي لهاد المرحله، اللحظه اللي انت باغا تستسلمي ثقي في الله. وإلا فقتي الصباح ولقيتي راسك باقا حيه، معنيتها راه باقا الرساله ديالك ما سالاتش، ومعنيتها راك مازال خصك تخدمي، ومعنيتها راه مازال شي حاجه زوينه كتسناك، حيت ربي لطيف. ما يمكنش غادي يكون انت استخرتي في واحد الحاجه وقال لك سيري ديريها ومن بعد تمشي وتلقايها خايبه.
اولا يخيب ظنك. مادام بديتي بصلاه الاستخاره وعرفتي راسك غادا مزيان وربي يسر لك فيها، كملي. وانا فاهمه شنو هي توصل هذيك المرحله مزيان مزيان. فاللي بغيت نقول لك هو كملي حتى تسالي 6 شهور عاد نهضروا. مازال مساله 6 شهور ما عندكش حق تستسلمي. كملي والله يسهل عليكم كاملين. وانا هادشي اللي بغيت نقول لكم. و كملي اي حاجه بديتيها. ما ضربتيش التماره ما ضربتيش التماره كامله باش تحبسي دابا. هادشي اللي بغيت نقول لك. تقدر دابا الهضره اللي قلت لك دابا ما تفهميهاش انت دابا، لكن من بعد غتفهمها مع الوقت. فهادشي اللي بغيت نقول لك انا في هذا الفيديو. وبلا ما نقول لك من مورا ما تكملي هادشي اللي كنقول لك، ومن بلا ما نقول لك من مورا ما تتبعي الخطوات اللي قلت لك، حياتك من مورا 6 شهور كي غادي تولي. بغيت نخليك انت راسك تشوفها كيفاش غادي تولي. انا درت اللي عليا، لحت لك الكره، دابا انت اللي خاصك تماركي. انا اللي عليا درته، الفيديو درته، كتبته، صورته، مونطيته، بوسطيته. نصائح اللي عندي قلتهم لك. اي حاجه ما خبيت عليك حتى شي حاجه، قسما بالله العظيم ما خبيت عليك شي حاجه. بقات الكره عندك، يا غتنوضي يكون اليوم النهار رقم 1، يا اما عاوتاني اليوم غتقولي واحد النهار. يمكن داك واحد النهار ما يجيش. نوضي عافاك، خدمي على راسك، تستاهلي حياه محسن. هادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم. كنتمنى تكوني استفدتي، كنتمنى يكون وصلوك نصائح اللي بغيت نقول. الا عجبك الفيديو ما تنسيش ديري لايك وقولي لي في كومونتير علاش بغيتيني نهضر في الفيديو الجاي، وديري ابوني وبارطاجي الفيديو مع صحاباتك. وهادشي اللي كان الفيديو ديال اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. بسلامه.